أنا سعيد جدا بهذه القرارات، لأني أرى فيها نفسي، وهذا هو حلمي. الذي عملت عليه منذ سنوات على تحقيقه. ايه ده؟ مين راجل عبيط ده؟ فلا عمل خيري بلا قدرات مالية. مثل ما بنعرف ما حدا كان بيقدر يعمل عمل خيري بدون ما عنده قدرات مالية. الراجل ده عبيط قوي. سيدي هناك تسجيلات وأنا في جيبي فلاش، أستطيع أن أقدم لك المال. قبل أن أسألك عن التعليق كنت قلت بأن لك فلاشة، أرجو أن تسلمني الآن هذه الفلاشة أمام الجمهور ونقدمها. أنا سلمتها بكامل محتوياتها لزميلك منقذ العلي. ولكن قبل ذلك أرجو أنت قلت بأن الفلاشة أمام الجمهور في جيبي ثم أخلفت يعني. لا 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 لا، هاي لا تعتبر حالك إنه أنت اخترعت بارود. الفلاشة موجودة ولم آتي أنا لمناقشة يعني أنت تذكرني بقصص من ادعى النبوة. لا 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 لا. تقدر تركز على الفلاشة عيني؟ والله يرحم والديك، في هذه الفلاشة 3 دقائق و20 ثانية تصدح فيها فضائح ولك يا جزيرة ويا عربية ولك يا أيها الأعداء. أخي الحبيب، أولا سألوني أين كان الدكتور علي الشعيبي خلال هذه الفترة. نعم كنت ممحونا وكان يلاط بي. قلت لهم لم يكن صامتا ولم يكن بعيدا، لقد ألف عشرات من الكتب. الله لا يستر عليكم، الله لا يستر على حريمكم، الله لا يستر على رجالكم، الله لا يخلي أطفالكم. وجدت أنا أن المتعة الأكبر فمتعتي من أي متعة. هل عندك الجرأة يا خنزير أن تقول هذا أم عمتك الملايين؟ مليارات 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 مليارات. يعني أصعب من أن نجيب على هذا الموقف. أنا ناديته قلت له أنا معارض لحضرتك وطالب بإسقاط الرحمة من قلبه. أنا أقول لهم يعني حتى لو قبلت بهذا الطرح فالشعب لن يقبل به، وإذا لم يقبل به الشعب سوف ينبذني، وإن نبذني فهذا يعني انتحار سياسي. هم يحاولوا التشويش علينا وعلى الشعب السوري. الحقيقة بأنهم يعتمدون مبدأ اكذب حتى تصدق، فيصدقوا الكذبة ويقعوا الفخ. أي دولة سوف تعترف بهذا المجلس اللا شرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة. بس يا أختي بس عشان اللي بطنك بس. سننسى أن أوروبا على الخارطة، وسأوصي قيادتي بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط. لا حكيمة حكيمة يعني يا حكيمة بتدي حقن. أول قذيفة على سوريا، فلبنان وسوريا سينطلق كل واحد من أبنائها وبناتها ليكونوا استشهاديين على أرض أوروبا وفلسطين، وأقولها لكل أوروبا. رواسات يا دكتور بشار، شان الله الشان السلامي تبع ليش؟ بدنا السياسة تساوي يا دكتور بشار، بدنا السياسة أهلنا ماتوا، الأهل ماتوا ودول السوريين، بدنا السياسة تساوي الله، لا إله إلا الله. حرية أنا وأهلي، أنا أختي تطلع الساعة 3 بالليل 3 بالليل من بيتهم مأمين عليها. أيوة يا عم بس يا ابني. أيوة يا عم الناصر. انا اختي تطلع الساعة 3 بالليل 3 بالليل من بيتهم مأمين عليها كله امان. ولأنهم شهداؤنا مشاعل النور أضاءوا الشموع ليقولوا كم هو الوطن غال.
ولكن يلي بيقول غير كافي فهو لا يكفيه الكافي نفسه، وهو الذي أي أنا. أنا أولا أنا أعمل في هذا المجال الخيري منذ فترة طويلة، منذ سنوات. هو ليس قرارات، القرار لا يقرر مرتين، القرار يقرر مرة واحدة. سمعونا يا أخوان، لقوني هيك لحالي سنسل الأمور بفكري شوي، والله ما بدك سنسل مسنسلي خلال الأمور كلها. ورؤية المستقبل تتطلب حتما قراءة عميقة للماضي، إلا أنني أستطيع أقول لكم طالما أنتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء وبمثل هذا، أقول لكم هذا كلام جميل يعني ما قلته مديح شخصي.